تخيل كده معايا ان ايقونة الثورة العالمية جيفارا يقرر يزور القاهرة مخصوص، مش عشان يزور الاهرامات ولا يركب مركب في النيل خالص. ده كان جاي علشان يتعلم من بطل مسلم عظيم. مين هو؟ الامير محمد بن عبد الكريم الخطابي. مين هو وليه جيفارا قال انه جاي يتعلم منه؟ عايز تعرف؟ هقولك، بس عشان اقولك لازم احكي لك القصة من الاول. القصة بتبدأ سنة 1947 لما عزام باشا أول أمين لجامعة الدول العربية يستلم برقية سرية للغاية. البرقية بتقول: عاجل وسر للغاية، سفينة وصلت ميناء عدن وعلى متنها شيخ مكبل بالسلاسل، يشتبه انه البطل الاسلامي الذي اختفى منذ 20 عاما. السفينة في طريقها لفرنسا وهتمر غدا بميناء بورسعيد. عزام باشا اتصدم، الشيخ ده مين؟ مفيش وقت، على طول طلب مقابلة الملك فاروق واقنعه ان الجيش المصري يعترض السفينة. وفعلا لما اعترض السفينة لقوا راجل كبير في السن مكبل بالسلاسل وقال: انا الامير محمد بن عبد الكريم الخطابي. مين هو الامير محمد بن عبد الكريم الخطابي؟ الامير الخطابي ولد سنة 1883 في مكان اسمه الريف المغربي. والده كان شيخ قبيلة امازيغية ورباه على الدين وحفظه القرآن. الأمير محمد درس في جامعة القرويين بفاس وتعين قاضي القضاة، لكن كل ده اتغير بسبب الاستعمار. الاحتلال الأوروبي قسم المغرب بين فرنسا وأسبانيا وإنجلترا. مش بس كده، دول حاربوا شيخ القبيلة وقتلوه وسجنوا ابنه. بس الخطابي ما استسلمش، هرب من السجن وبدأ يقود ثورة ضد الاحتلال الأسباني باستخدام أسلوب جديد وقتها، وده اللي اتعرف باسم حرب العصابات. الأمير الخطابي مش بس اخترع أسلوب حرب العصابات اللي خلى الاستعمار في حالة رعب، لا ده كمان ابتكر فكرة الأنفاق تحت الأرض اللي بتوصل للعدو مباشرة. عارف إن الزعيم الفيتنامي هو شي مين، وسامحني لو بقرا الاسم غلط، المهم إن الراجل ده استخدم نفس الأسلوب ضد الأمريكان بعد كده. مش بس كده، ده جيفارا نفسه سافر للقاهرة علشان يتعلم من الخطابي، لانه كان شايف فيه عبقرية عسكرية مش موجودة في العالم كله. واحدة من اهم معاركه كانت معركة انوال سنة 1921. تخيل جيش اسباني مكون من 60,000 جندي، دبابات وطيارات وكل حاجة معاهم، قصاد 3000 مجاهد بس. الموضوع ده مش بيفكرك بحاجة؟ المهم، ومع ذلك الأمير الخطابي انتصر عليهم وقتل 18,000 جندي وأسر الآلاف. معركة أنوال كانت فضيحة عالمية لأسبانيا، وتأسست بعدها إمارة الريف الإسلامية اللي الخطابي علم فيها الناس الدين الصحيح بعيدا عن الشعوذة والدروشة. الأمير الخطابي أصبح خطر عالمي لدرجة إن السير كورتي، وده كان عضو في البرلمان البريطاني، قال: هذا الرجل الذي يتغنى باسمه المسلمون في آسيا وأفريقيا والهند يمثل خطرا عظيما على أوروبا. عشان كده أوروبا كلها اتحالفت ضده، 500,000 جندي أوروبي ضد 20,000 مجاهد بس. الموضوع ده برضو مش بيفكرك بحاجة؟ المهم، بالرغم من المقاومة الخطابي اضطر للتفاوض، لكن الأوروبيين خانوه كالعادة يعني، ونفوه في جزيرة متطرفة في المحيط الهندي لمدة 20 سنة. سنة 1947 الفرنسيين حاولوا استخدام ورقة الخطابي للضغط على المغرب، لأن ساعتها كانت لسه معلنة استقلالها وكانوا عايزين ينقلوه لفرنسا. لكن أثناء مرور السفينة عند باب المندب وصلت الأخبار للمجاهدين في اليمن، وبعتوا برقية لعزام باشا. وبعد تدخل الملك فاروق عاش الأمير محمد في مصر حتى وفاته سنة 1963. الأمير محمد اتدفن في القاهرة لكنه فضل حي في قلوب الملايين. الأمير الخطابي كان قائد سابق لعصره، ترك بصمته على العالم كله وألهم أجيالا من الثوار. السؤال ليك دلوقتي، تفتكر لو الأمير الخطابي كان موجود في زماننا ده كان ممكن يعمل ايه؟ اكتب رأيك في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وشير علشان القصة دي توصل لأكبر عدد ممكن. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل اشتراك في القناة واضغط على زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. اشوفك في الفيديو الجاي ان شاء الله، في رعاية الله.